زعلان، متضايق قوي. يعني كان نفسي الموضوع يمشي، احس ان في اي حاجه حلوه بتحصل في حياتي، عديت اي مرحله، مش عارف في ايه. يعني ده حتى الحاجات اللي انا عايز اعملها مش بعملها. عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش اي حاجه، انا عملت بالظبط اللي هو قال لي عليه. انا ما عملتش حاجه المره دي، مش انا يا قادر. اسكت بقى، اسكت 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 اسكت. تقف كده، تاخد نفس عميق وتفكر في الايام الخرا اللي جايه انت داخل عليها. فاضل محاضرتين يا دكاتره والمنهج يخلص. قالت يا صديقي، قالت خلاص. كنا لسه بنقول اهلا بيكم يا دكاتره في المحاضره الاولى والعشره و15، دلوقتي بنقول اهلا بيكم يا دكاتره في المحاضره ال 24 اللي هي قبل. فربنا يا رب يجعلها يا صديقي سنه خير وتاتي بالخير باذن الله. طال ليلي والليالي حلها فرحتها. معاذ الله إني ما يئست، ولكنها والله أيام ثقال، فاللهم صبرا وجبرا لنفس لا يعلم بحالها إلا أنت. مين قال المشوار سهل؟ السكة صعبة، المشوار طويل، ما تستسلمش، مطلوب منك تسعى، مطلوب منك راجل يشيل، راجل يستحمل، راجل يكمل، ما تتهزش، ما ترجعش لورا، اسعى وكمل سعي هتوصل. لكن لو وقعت محدش هيسمع عليك. مفيش حلاوة من غير نار، يعني مفيش نجاح من غير تعب، مفيش سعي من غير نتيجة. هي كده، مفيش حاجة اسمها أنا خايف أفشل. الفشل أول خطوة للنجاح. حارب لأجل ما تحب. يا بطل استسلمت خلاص؟ هتكسر اللي مرهنين على فشلك الرهان من قبل ما الماتش يبدا، وسايب اللي يتراكم، واغلبيه الوقت نايم، سايب الدنيا بتغرق بيك وانت مش حاسس. وانت بقى صاحبي اللي هتقرر يوم النتيجه بالنسبه لك. التحدي انت هتعمله الشهرين ونص دول، يا ترى هتبقى مبسوط ومفرح اهلك فيه، ولا هتبقى مش طايق تبص لنفسك في المرايه؟ وانت بقى اللي بتختار. وعد مني هتوصل للي انت عايزه، بس انا مش عايزك تعد الايام. انا عارف ان انت زهقت وتعبت وجبت اخرك وعمال بتفكر كتير انا هوصل ولا مش هوصل، واللي انا بعمله ده ليه لازمه ولا لا. بص يا صاحبي، ايا كان انت داخل في ايه وايا كان انت حطيت في دماغك، حط في دماغك ان انت هتوصل له، بس ممكن يكون الطريق طويل شويه. وعادي يا حبيب قلبي، الدنيا هتدينا على دماغنا مره واثنين وثلاثه وممكن نقع، بس احنا عارفين ان احنا وحوش، مهما وقعنا هنقوم نقف تاني. الطريق مش سهل علشان المكسب بتاعه ما بيجيش بالسهل. تعبت وما عدتش عايز تكمل، عايز تشمت فيك اللي يسوى واللي ما يسواش. لا فكها من الشغلانه الفاضيه دي، مستقبلك وحياتك اهم من اي حاجه. قوم وشوف مصلحتك، محدش هينفعك غير نفسك. اوعى تخلي حد يشمت فيك، اوعى تخلي حد في يوم من الايام يقول انا اللي وقفت جنبه. دراعك هو اللي هيسندك، وبص محدش هيجري على مستقبلك غيرك. اوعى تشمت فيك لا قريب ولا غريب، خليك دايما انت السند لنفسك. قوم وشوف مصلحتك، فكها من الشغلانه الفاضيه دي، الله المستعان. انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير لك خط سير تمشي له مشاوير. مستني ايه علشان تبدأ؟ واقف مكانك ليه؟ عاوز ترجع تاني؟ ما هي خلاص بتخلص وما فاضلش فيها غير ايام معدودة. الدقيقة اللي انت هتندم فيها حتى ما تضيعهاش. الزمن مش في صالحك، انت لحد دلوقتي تلحق تعمل فرق، تقدر تغير مسار حياتك كلها. مستني ايه علشان تذاكر؟ مستني ضياع مستقبلك وحلمك؟ مستني يفوتك ايه تاني؟ ما تقعدش تفكر في اللي فات واللي جاي. ما تضيعش وقت بتحسب هتجيب كام في العربي وهتنقص كام في الفيزياء وهتلم الكيمياء ازاي في الوقت ده، وهتلحق ولا مش تلحق. انت لازم ابدأ علشان خاطر اهلك يا ابني. هم ما يستاهلوش تعبك، هم ما يستاهلوش تقلل ساعات نومك علشانهم، ما يستاهلوش تسهر الليل علشان تفرحهم. رد الجميل وخليك راجل بجد. قوم من مكانك وذاكر،
انت مش فاشل، انت مش ضعيف، انت جواك طاقة لو استخدمتها صح هتفوق التوقعات كتير. مستنيين يشمتوا فيك ومستنيين يفرحوا على خيبتك، ما تديهمش الفرصة دي، ما تسمحش لحد يراهن على فشلك وتفشل. انت مستني ايه؟ لو مستواك ضعيف ابدأ اشتغل، ابدأ عافر وذاكر ودور، ابدأ اتفرج على فيديوهات وابدأ اتفرج قدراتك، يعرف انك انت ممكن تتحمل هذا الشيء ولا لا. الله سبحانه وتعالى لما يحطنا في ظرف معين او في مشكلة معينة او في قدر معين وظرف معين، فهو ما حطنا اللي هو عالم الله سبحانه وتعالى ان راح نعدي هذا الامر وكأنه ما صار، ستمر وكأنها لم تكن. انك بدك تحط امامك هدف، لو قامت الدنيا او قعدت لازم تصل للهدف. فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية مهمته، في بداية الرسالة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على اترك هذا الامر ما تركته.